اللهم إني أتبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم هب لي رحمة من عندك أشكر بها من أعطاني، وأصبر بها على من آذاني، وأتواضع بها عند طاعتك، وأتوب برحمتك من إصراري على معصيتك. واكتب لي التيسير في الدنيا والسعادة في الآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب الأعظم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ائتنا من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. ازيكم اخواتي وبناتي الغاليين؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل شوية تجهيزات للتلاجة مفيش غنى عنها ابدا. تقومي الصبح كده تحسي نفسك رايقه، مش محتاجه حاجه ولا بتفكري في حاجه. عندك فطارك، عندك فولك، عندك صلصتك، عندك جبنتك، عندك بيض، عندك الحاجات الاساسيه اللي التلاجة ما بتستغناش عنها ولا البيت يستغنى عنها طول اليوم. حتى لو ما عملتيش اكل او ما طبختيش، عندك اللي يمشي يومك. بامانه الحاجات دي طول ما هي موجوده في التلاجة تحسي ان بالك رايق. هنا انا جايبه ربع فول مفصص على نص فول دميسه، اتغسل كويس، اتنقع ليله كامله. لما بيتنقع كويس ما بياخدش معاكي وقت على النار في السوا. هنحط عليه ايه زي ما احنا متعودين مع بعض؟ بصلايه خضراء بالعود بتاعها، بس العود بتاعها طبعا يكون مصحصح كده ويكون حلو. ليمونيه، قرن فلفل اخضر، معلقه توم مهروس، بنجرايه، حبايه طماطم. تحسي ان طبق الفول ده مش طبق فول عادي، لا تحسي انه كامل شامل كل الأغذية اللي في الدنيا كده. وطبعا قرب ما بيجي يستوي بروح حاطه عليه كوباية العدس الأصفر الجميل عشان يكمل بقى، عشان يكمل ويبقى طبق فول ما حصلش، عالي القيمة الغذائية من كل ناحية. هنا بقى عندك قدرة طبعا تكون يعني تاخد الكمية بتاعتك مرتاحة، لأن الفول طول ما هو مرتاح مش مكبوس في بعضه بيستوي أسرع وأجمل وبيكون زي الزبدة وما بيتلسعش من تحت. فانا عندي علشان اللي عندي القدره تاخدهم، بس انا بحس ان هي لما بيستوي بحس ان هي بتبقى ايه على الاخر ومش واخد راحته في السوا. فبحب حاله الضغط دي جدا، يعني حاله الضغط دي عندي احسن من القدره مليون مره. بياخد الفول بياخد راحته في السوا، وفي نفس الوقت بيستوي اسرع. يعني القفله وضغطه القفله بتخليه ما ياخدش وقت في السوا. على فكرة أنا مرة عملت كمية كبيرة، اللي هو كيلو فول ونص دميسة والحاجات دي كلها، وعملتها في حلة عادية جدا من اللي أنا بطبخ فيهم. مفيش أي مشكلة في أي حاجة عندك تكون الحاجة واخدة راحتها. هنا حطينا الخضار بتاعنا الجميل في قلب على الفول اللي هو منقوع نقع حلو قوي وبياضه شاهق كده عشان واخد حقه في النقع بتاعه. وحطينا عليهم لترين ميه مغليه. لازم تحط ميه بزياده عشان ما تكشفيش عليه تاني، تبقى عارفه ان الميه بتاعته هتكفيه الساعتين اللي هو على نار هاديه فيهم. كده بقى احنا هنحطه على البوتاجاز، مجرد ما هيغلي هنروح مهدين عليه النار شمعة. اهو بصوا المية بتاعته عاملة ازاي، شايفين الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. انا لسه حطاه على النار دلوقتي لسه مغليش، فانا بخلي عليه النار عالية عادية خالص لحد ما يغلي معايا ويبقبق كده ويغلي الغليان المظبوط. بعد كده بروح مهدية عليه النار خالص شمعة كده، او بنقله على عين صغيرة واخلي النار عليه هادية لدرجة ان هو تحس ان هو مش بيغلي، يعني تحس ان هو بيستوي على البخار. في ناس تسالني ليه بتحطي مع الفول فول مفصص؟ الفول المفصص حطي نص الفول الدميسه فول مفصص، يعني لو ده كيلو حطي نص، لو ده نص حطي ربع. الفول المفصص بيخلي الميه لفه وجميله، وبتخلي الفول كله ببعضه كده زي الزبده، خطير. هنا بقى احنا قفلنا عليه وهنسيبه ساعتين كاملين على نار هاديه. تعالوا معايا بقى نشوف احنا هنعمل ايه بعد كده. هنا انا جايبه 6 كيلو طماطم وش العدايه التلاتة ب10. يا جماعه اليومين دول الطماطم برخص التراب. بصوا الطماطم عامله ازاي، ال3 كيلو ب10 جنيه. طماطم مفيش فيها الهوا، وش العدايه من ضغطه العدايات فوق بعضها بتلاقي الطماطميه مطبقه شويه، فيها خرم صغير كده من العدايات وهي على بعضها. بصوا اهي بشاور لكم عليها، اهي لا بايظه ولا فيها اي حاجه، من ضغطه العدايات على بعض ممكن تتخدش، يعني مفيش اي حاجه فيها نهائي. دول انا جايبه 6 كيلو ب20 جنيه، شلت منهم كيلو ناشف كده ينفع للسلطه، والباقي ده انا وكله ناشف وكله جميل مفيش في اي حاجه. وده انا شلته. بصوا جمالها وبصوا حمارها، بصوا عامله ازاي الطماطم، تحس ان هي مش محتاجه لا بنجر ولا صلصه ولا اي حاجه تحط عليها.
هنمسكهم غسلناهم غسلة حلوة، ونمسكهم نفرمهم وهنصفيهم ونعملهم طماطم للمكرونة وللخضار، للبسلة، لبامية، لبطاطس، اللي هي المكرونة الخاصة الصلصة الخاصة بالمكرونة والخضار، مش للمحشي. وكمان للبيتزا، يعني دي كمان انا بستعملها في البيتزا، يعني مكرونه خضار بيتزا، اللي هي نوعيه الصلصه اللي انا بعملها دي. بصوا دي اللي في الجنب دي، انا الجزء اللي انا فرمته وصفيته، انا بوريكم بس ايه اخر فرمه قلت هعملها واصفيها معاكم عشان تشوفوا انا بصفيها ازاي. انا بحب طريقه زمان، بنصفي بالطريقه البلدي على المصفى بتاعتنا الالمونيا بتاعت زمان. هوريكم طريقه تصفوا بيها مفيش اجمل ولا اسهل منها، بكف ايدك وهو مفتوح. شوفي دلوقتي انا هعملها ازاي. اهي ادي دي اتفرمت فرمه حلوه، افرميها كويس لدرجه انها تبقى ناعمه معاكي كده في شفشق الخلاط، وحطيها في المصفى بتاعتك ايا كان بقى مصفتك، وامسكيها بايدك. في ناس بتهزها كده وتروح راميه الطفل اللي انت رميتيه ما تعصرش، ده بيبقى فيه كل يعني اللي نزل للميه المرقه. التفل بقى اللي في الاخر ده اللي هو اللي بيبقى فيه الطماطم، اللي هي اللفه اللي بتلف الصلصه دي بقى. بصوا بكف ايديكي، بصوا والكف مفتوح، بصوا في ثانيه الطماطم نزلت. انا ما قصيتش حاجه على فكره اهو، يعني في اقل من 10 ثواني كنت صفيت المصفى كلها. بصوا في النهايه اهو بوريكم ان بكف ايدي بخلي يا دوبك القشر اللي موجود وهو اللي بيترمي، والطماطم نازله كلها زي الفل ومية مية ما فيهاش قشريه. كده احنا خلصنا كمية الطماطم بتاعتنا اللي هم ال5 كيلو طماطم. اتغسلوا، اتفرموا، اتصفوا، ركنتهم لحد ايه ما نطل على الفول بقى له حوالي من ساعة ونص. بصوا الفول عامل ازاي يا حبايبي، زبدة بسم الله ما شاء الله. انا بكشفه بعد الساعة ونص دي علشان احط اللي هي كوباية العدس بعد ما غسلتها زي ما انتم شايفين كده، وهسيبه على نفس شايفين النار، شايفين البقلالة الخفيفة دي كأن مفيش نار تحته اصلا، يعني هو كده بيستوي على البخار تقريبا. هنا حطينا اخر حاجه اللي هي كوبايه العدس بتاعتنا. والفول يا حبايبي حطوا معاه نص معلقه ملح ومعلقه صغيره سكر. احنا بنتكلم عن المعالق الصغيره خالص، نص واحده ملح ومعلقه سكر. حتى السكر هنحطه على الفول، حطيه على الفول. السكر مع الملح مع في اي حاجه، طماطم، شوربه، خضار، فول، اي حاجه، حتى الطحينه صدقوني بيبدل الطعم وبيبدل كل حاجه، بتحس ان انت رحتي في حته تانية خالص. جربوها وقولوا لي. هنا بقى الحله اللي احنا هنحط فيها الصلصه بتاعتنا هنعمل ايه. بصلايه وسط نفرمها لدرجه السمسم، تبقى زي السمسم كده. هنروح حاطين عليها معلقه توم مفروم، هنمسكها تشويح لحد ما ريحه التوم تطلع. احنا لا عايزين نصفرها ولا عايزين نحمرها، تمام، لحد ما الريحه تطلع كده وتحس ان البصلايه دبلت ويعني ما خدتش حتى اللون الاصفر، يا دوبك ريحه التوم طلعت، تروحي قلب عليها كل كميه الطماطم اللي انت عملتيها مصفياها، واديها تقليبه لحد ما تبدا تغلي معاكي وتاخد راحتها برده في التسبيك، وبرده على نار هاديه. هنا الفول بتاعنا بنطل عليه بعد كمان نص ساعه بعد ما حطينا العدس بتاعنا. بصوا بقى عامل ازاي، الله اكبر، لف ازاي بالعدس بتاعه. في ناس بتحط دقيق بقى علشان ياخد اللفه دي، وفي ناس بتحط عيش عشان ياخد اللفه دي. كل ده اركنوه على جنب. طريقة الفول دي مفيش لا أجمل ولا أسهل ولا أطعم منها ولا أنضف منها، كله طبيعي وكله حاجات صحية وكله حاجات في منتهى الجمال وريحة وطعم، مفيش كده. هنا الطماطم بتاعتنا هي بادئه ان هي هتغلي. بصوا اهي غليت اهي، مجرد ما بتغلي بقى بروح حاطه مثلا قلبين مرق الدجاج، هتشوفوا دلوقتي اهو قلبين مرق الدجاج بحطهم عليها، ان هما انتوا عارفين الحاجات دي بيبقى فيها بطبيعه الحال مواد حافظه، فاحنا لما نحطها منها هتطعم الصلصه بتاعتنا وفي نفس الوقت بتطول في عمرها. وهنا كمان معلقتين كبار مليانين صلصه حلوه كده نعزز اللون وبرده فيها مواد حافظه. احنا لما بنيجي نعمل طماطم صلصه زي كده بنعمل كميه، بنحط علبه في التلاجة او بوكس صغير كده، وبنحط الباقي اكياس او علب في الفريزر. لما بتيجي تطلعي العلبه حطيها في التلاجة تقعد معاكي بقى اسبوع، اسبوعين، شهر، ما تبص منك ابدا، تلاقيها لحد اخر معلقه زي الفل وريحتها زي الفل. هنا حطينا كمان معلقه صغيره سكر، نص معلقه صغيره ملح، بس مش هنحط حاجه اكتر من كده.
انا ليه يا حبايبي بحط الطماطم المتصفيه دي على بصلايه مفرومه مع فصين توم مفرومين، وبشوحهم كده واقلب الطماطم عليهم مع نص كوبايه زيت. تحسي ان الطماطم بتاعتك الله اكبر عليها. شايفين الصلصه عامله ازاي؟ لو سلقتي حبه مكرونه بتروحي جايبه الصلصه يا دوبك مطعماها وظابطه ملحها والكمون بتاعها او البهارات بتاعتها، وتروح حاطه المكرونه على طول. لا محتاجه تحطي عليها بصل ولا محتاجه تحطي عليها توم، هي متطعمه بكل حاجه فيها. جاهزه المكرونه، الخضار، لبيتزا، جاهزه لكل حاجه. شويه صلصه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بالف هنا وشفا. شوفوا الفول بتاعنا بقى بعد ما ضربته بالهاند بلندر، طبعا انا عملت معاكم كتير. بصوا يا دوبك يبرد بس كده عشان نعرف ايه نحطه في العلب بتاعتنا دي اهو، وتعبيه. تخلي واحده في التلاجة والباقي عندك في الفريزر. الحاجات دي طول ما هي في البيت تحسي ان انت بالك رايق ومرتاحه، وبتقومي الصبح اخر روقان. فطارك كل حاجه جاهزه، الفطار موجوده. ده انا هعمل لكم دلوقتي حته حاجه كمان تفتح النفس وحاجه اخر جمال. هتشوفوها دلوقتي. هنا بنعبي بقيه الفول بتاعنا. دي علبه كبيره، دي اللي انا هحطها في التلاجة، والعلبتين الصغيرين إيه لو انا مش هودي مثلا فيه، ممكن علبه تروح لابني، علبه تروح لبابا، مع علبه من الحاجه اللي انا هعملها لكم دلوقتي برضو. فانا لو انا يعني انا عامله لهم قبل كده مثلا ووديت ومش هودي، حطيهم في الفريزر عادي. لو انت يعني مش هتودي لحد حطيهم في فريزرك عادي، وقبل ما علبتك دي تخلص اللي هي في التلاجة طلعي واحده من الفريزر وحطها على شبكه التلاجة. تاني يوم الصبح هتلاقيها فكه وزي الفل، وهتستعمليها وتشتغلي منها على طول وتاكلي بألف هنا. تعالوا بقى نشوف الصلصة بتاعتنا الخطيرة اللي قوامها يعني تحفة بسم الله ما شاء الله، قد ايه جميل وقد ايه مظبوط. في ناس يا حبايبي لما بتيجي تعمل الصلصة بتعملها يابسة يعني تخينة قوي لدرجة عامل زي صلصة العلب، ما ينفعش. الصلصة بتاعتنا دي احنا هنستعملها مثلا في مكرونة، هتستعملها في خضار، هتيجي تحطيها في الحلة على النار تسخن، ما هي طالعة من التلاجة، تسخنيها عشان تحطي فيها المكرونة، مش هتلاقيها لسعت منك، لان ما فيهاش روح ان هي تتكتك كده معاكي وان هي يعني تلفي فيها المكرونه بتاعتك. لا لازم تخلي فيها سنه روح، ان انت لما تحطيها على النار تغلي معاكي وما تلسعش منك زي ما انتم شايفين كده. هل دي احنا بنقول مثلا صلصه مكرونه وخضار هل ان ممنوعه للمحشي؟ لا، انا لو ما عنديش طماطم وما عنديش صلصه محشي واتحكمت هروح ضربه بصلتين واظبطهم كأن، واروح واخده علبه من دول حطها عليهم وهمشيها محشي. هي مش محكمه، كل حاجه سهله وكل حاجه نخليها بسيطه، وان شاء الله ربنا يسهلها علينا يا رب في كل حاجه في حياتنا. هنا بصوا الصلصه بتاعتنا ما شاء الله ال5 كيلو. بصوا الكميه حلوه ازاي، ليه؟ عشان احنا مصفينها كويس. لما بنصفيها كويس بتاخدي اللحم نفسه بتاع الطماطم، فبيديك القوام الحلو في الطماطم واللفه الحلوه دي، وبيديك الكميه المضاعفه دي ما شاء الله عليها. لكن لما تهز المصفى كده وتروحي راميه القشر باللحم اللي فيه مش هتلاقي علبه من دول من ال5 كيلو. الله اكبر. تعالوا بقى نشوف على الايه الحاجه العظمه دي. ده يا حبايبي بتنجان اللي هو الرومي، بس انا بنقيه مطول شويه وصغير، يعني رفيع شويه مش مكبب كبير. ده انا بقليه كده، بحبه، اللي بحب اقلي النوع ده لانه بيبقى ملحم، ومش بقليه القليه اللي بالكم فيها، لا ده انا بحط نص كوبايه زيت في الطاسه واروح رصاه ومهديه على النار خالص كانه مسلوق. يعني انت بعد ما بتخلصي الكميه دي كلها بتلاقي نص كوبايه الزيت في الطاسه زي ما هي، اللي يعتبر البتنجان ده مستوي على البخار زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا بفتح لكم قلبه بوريكم قد ايه هو مستوي وجميل وزي الزبده، الله اكبر عليه. ده كمان يا ام عمر هتعمليه وتحطيه في التلاجة، يا سلام، ده عز اللي يتحط في التلاجة، ده بيبقى تاني يوم لحمه احمر زي الفسيخ، فظيع وملهوش حل. وطبعا الدقه عندي جاهزه، انا عندي فلفل اخضر وفلفل احمر اللي انا كنت عاملاه معاكم وحطاه في الفريزر، العلبه اللي تخلص اروح مطلعه غيرها وحطها في التلاجة. جميل جمال فظيع، يعني بيسهل عليا كل حاجه الحمد لله رب العالمين. بصوا الكميه كلها انا حطيتها بالدقه بتاعتنا، اللي زودتها معلقه واحده ملح كبيره، يعني الكميه دي كلها عليها معلقه واحده ملح. ليه؟ بتاكل الحاجه مش حادقه وبتبقى طعمه وبتبقى جميله جدا، وفي نفس الوقت ما تاذيكيش ولا تعلي ضغطك اهو. وتروحي رصاها في العلبه زي ما انت شايفه كده. انا عملت كام قرن فلفل كمان، الله اكبر عليهم وعلى جمالهم، واروح متبلاهم بالفلفل الاحمر او الاخضر اللي عندك، مع ملح، مع تظبطي يعني الملح مع الليمون بتاعك مع الخل، بس اوعي تحطي نقطه ميه، هو هتلاقيه العلبه اتملت بميته.
اللي هي ايه؟ اللي هي ميه الفلفل الاحمر بالخل بالليمون بالثوم بالكمون بنسبه الملح الخفيفه، بس مفيش اي ميه داخله عليه غير كده. انت كمان يقعد معاكي زي ما يقعد، وكل يوم اجمل واطعم من اليوم اللي قبله. انا هنا عملت بقى علبه صغيره كده عشان تروح مع علبه فول على بيت ابني على طول، بألف هنا وشفا عليه وعلى عياله. بصوا بقى، هنا احنا خلصنا كل حاجة بتاعتنا اللي احنا عملناها. عملنا اجمل فول في الدنيا، مظبوط وكامل القيمة الغذائية، الله اكبر عليه. بنغطيه كده، العلب بتاعتنا الجميلة الحلوة اللي مسهلة علينا الدنيا دي. بجد العلب دي عملية جدا حلوة قوي، من اجمل الحاجات بصراحة. الواحد يعني بيخزن فيها كل حاجة، سوا فول سوا صلصة، فلفل، اللي هي دقات الفلفل، التوم، كل حاجة مسهلة علينا حاجات كتير قوي. حتى الفاكهة، حتى الفاكهة اللي بنخزنها فيها ما شاء الله. وادي الصلصة بتاعتنا كمان بنغطيها اهي علشان تبقى جاهزة برضو ان احنا نحطها. طبعا احنا منحطش اي حاجة في العلب دي الا اذا كانت هادية خالص، لان العلب دي مش حرارية. دول اللي هيتحطوا في الفريزر، والعلبة الصغيرة دي اللي انا هخليها للاستعمال معايا في التلاجة. الله اكبر عليهم، بسم الله ما شاء الله. شوية تجهيزات ايه بقى زي العسل. معاهم بقى كرتونة بيض، معاهم علبة جبنة. يبقى انت كده تقوم الصبح اخر روقان، فطارك جاهز. شكلي بقى، وبعدين طبق البتنجان، علبة البتنجان الحلوة دي تاخدي منها بالطلب بقى في الفطار، جنب فول، جنب طعميتين سخنين كده بالسمسم، جنب بيضتين مسلوقين، جنب بطاطسية مسلوقة مهروسة في بضاية مقلية. يعني اللي نفسك فيه اعمليه الصبح. ساعة الغدا بقى يا جماله يا جماله، ده ايه الحلاوة دي؟ ده شكلها بس كفاية كده. الواحد يبص عليها نفسه تتفتح على طول على الاكل. في الغدا بقى جنب ملوخيه جنب باميه. بصوا العلبه دي بصراحه يا جماعه بالنسبه لي ادمان. يمكن كل يلاحظ ان انا كل ما اعمل فطار او اعمل غدا لازم الطبق الرئيسي على الاكل هو طبق البتنجان المخلل. الله يرحمك يا امي، كانت كده برضه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. كده احنا خلصنا حبايبي بقى تجهيزات بسيطه جميله مفيش غنى عنها، الحمد لله رب العالمين. تاكلوا بالهنا يا رب، ويحسن ما بين ايديكم جميعا، اللهم امين. مالينا تلاجتنا خير، ولو بصينا للتكلفه مش هنلاقي اي ريحه تكلفه. انا بعمل معاكم الحاجات دي عشان نساعد بعض على المعيشه. حاجات بسيطه جميله سهله، وبتملى بيتنا خير، وبتروق بالنا، وبتخلينا صاحيين الصبح اخر رواق، الحمد لله. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. اللهم دم علينا فضلك ورحمتك وكرمك يا رب العالمين، وتحرمناش منهم أبدا طول ما احنا عايشين، احنا وأولادنا وذريتنا إلى يوم الدين، اللهم آمين. وديم علينا نعمة الرضا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم آمين. اوعوا تنسوا اللايك يا حبايبي عشان الكل يستفيد ان شاء الله، ودعوة حلوة من قلوبكم الجميلة لأمكم وأختكم أم عمر. وأستودعكم الله، وبدأناها ببسم الله والصلاة على رسول الله، وننهيها ببسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال، اللهم آمين يا رب العالمين. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة حبايبي.